السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. أي بداية وأي حاجة عايز تبدأها محتاجة معالم واضحة، محتاجة استراتيجية. الاستراتيجية دي بتكون هي القاعدة اللي انت بتنطلق منها لتحقيق أهدافك. بس خلينا نعرف الأول الاستراتيجية بتبدأ إزاي. بتبدأ بالأفكار. يبقى عندك فكرة، الفكرة دي بتتحول لرؤى، والرؤى بيجي وبيترتب عليها مهام مطلوب منك انك تعملها. حد يقول لي هل ده في حياتنا بشكل عام؟ في حياتك بشكل عام. انت لما بيجي لك ولاد، او حضرتك لما يجي لك ولاد، تربيتهم محتاجة استراتيجية واضحة. بالتالي قبلها بتبقى محتاج افكار، بتفكر هتربي ولادك ازاي، هتعلمهم ازاي، عايزهم يوصلوا فين، عايز تشوفهم ايه. انت وانت بتبدأ شغلانة جديدة محتاج ده، محتاج يكون عندك رؤى تسعى لتنفيذها وتسعى لتحقيق الرؤى دي. لما نغوط اكتر في موضوع الحلقة ونشوف قوائم المنتخبات العربية اللي بتستعد للفيفا ديت او الفيفا ويك او اسبوع الفيفا، انطقها زي ما انت عايز تنطقها وقولها زي ما انت عايز تقولها. لما نشوف قوائم المنتخبات العربية هنلاقي بشكل كبير غياب للاستراتيجية. ما بتشوفش افكار، ما بتشوفش رؤى. احنا طبعا عارفين المنتخبات العربية، عرب اسيا هيشاركوا في الدور النهائي اللي هي تصفيات كاس العالم، وعرب افريقيا هيلعبوا تصفيات كاس الامم الافريقية. وزي ما قلت كل المنتخبات العربية او معظمها مفيش اي افكار، ما بتشوفش حاجة في القائمة بتاعت اي منتخب. والصراحة الوحيد اللي شفت منه رؤى وافكار ومهام حقيقية في تصريحاته او في القائمة اللي اختارها وانا بجهز الحلقة وليد الرجراجي، المدير الفني لمنتخب المغرب. طبعا ناس كتير هتقول ان انا بجامل المغرب، انا ما بجاملش. انا هقول لكم بتصريحاته. الراجل لما اختار القائمة قال احنا ما اخترناش يحيى عطية الله في القائمة دي علشان قلنا ندي الفرصة لوزنه، ادم وزنه، لانه ما شاركش قبل كده، فاحنا بنستغل انه التصفيات دي احنا داخلينها كاعداد، باعتبار انه بطولة في المغرب، فالمغرب كده كده مشاركة، فعايز يشوف وشوش جديدة. قال واحنا هنلاقيها فرصة لتطوير المنتخب وتطوير مستوى المنتخب بخطط جديدة، نجرب خطط جديدة، نجرب لعيبة جديدة، ندخل عناصر شابة اكتر بحيث نعمل تجديد للمنتخب. فهو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا عنده رؤية للمرحلة القادمة، بدأ ينفذها من المعسكر ده، بيستفيد من معسكر المنتخب بشكل جدي. والمهام موجودة، وبالمناسبة المهام تملي مرتبطة بالناس. فهو بيعمل ايه كده؟ هو بيطمن جمهور الكورة في المغرب انه ما تقلقوش، انتوا عندكم ناس جاية والمنتخب ده مكمل، وانا اهو بشتغل معاكم على جيل قادم كويس وبجدد في المنتخب. فوليد الرجراجي لازم استثنيه من اول ما شفت قائمة منتخب المغرب، انا لازم استثنيه. وبعد كده شفت تصريحاته اللي بتزكي الاختيارات دي. لكن انا رحت منتخب مصر وقائمة المنتخب، اتحدى اي حد فيك يا بلد يقول لي ايه الرؤية اللي عند حسام حسن من القائمة دي. الفرقة تقريبا هي اللي كانت في اخر معسكر، اوكي، اللي كان فيه تعادل بالنسبة لي مخيب جدا 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 مع غينيا، وماتش ما كانش احسن حاجة قصاد بوركينا فاسو رغم فوز مصر 2-1 في استاد القاهرة. كويس.
والتعادل المخيب ده كان مع غينيا بيساو يعني فهناك. لكن ماشي. انا وانا بجهز الحلقه اتصدمت من تصريح لحسام حسن بيقول ايه، الفوز خارج الارض مش مهم. يعني هو كده حسام بيقول احنا مش هنكسب بوتسوانا. كويس. وما بتجددش في المنتخب بدليل ان انت رجعت النني. انا مش معترض على النني بالمناسبه، مش معترض على رجوع النني، بس انت رجعت النني تاني، يبقى انت ما بتجددش في المنتخب. كويس. مش مدخل اي عناصر جديده، نفس القائمه. وبالمناسبه دي نفس القائمه من ايام فيتوريا. طب فين رؤيتك انت؟ فين افكارك يا حسام؟ مفيش. معنى غياب الاستراتيجي تساوي عندي انا على الاقل غياب القاعده اللي انت بتنطلق منها. يعني انت منطلق في الهواء يا حسام. ومش منتخب مصر بس بالمناسبه، ما المشكله دي موجوده في منتخب تونس. يعني برضو مدير فني منتخب تونس بيقول لك ايه، انا اضمن لكم ان انا هكسب اول ماتشين. طيب يا حبيبي ماشي حلو، ما كل الفرق عايزه تكسب، مفيش حد عايز يتغلب. لكن انت كمنتخب تونس وكمدير فني رؤيتك ايه؟ عايز تجدد فرقه؟ عايز تستغل ان ماتشاتك سهله مثلا تدخل عناصر جديده؟ او عايز تدي الثقه للعيبه اللي موجوده؟ انت عايز ايه؟ هتعتمد على المحليين مع واحد ولا اتنين من اللي بيلعبوا في اوروبا، ولا هتقول لا نرجع نعتمد على الناس اللي بتلعب في اوروبا، ولا ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه برضو من قائمه منتخب تونس. غياب الرؤيه تاني، ومفيش رؤيه يعني مفيش مهام. طب خلاص انا هكسب وافرحكم وانتوا هتتبسطوا يعني كجمهور كوره في تونس. يعني عرب اسيا لو رحت لهم، لانه ده الكلام اللي عندي على عرب افريقيا، يعني الجزائر الى حد كبير واضح جدا المدير الفني بيتكوفيتش بيجدد الفرقه وبيدخل عناصر جديده وعايز يجدد دماء منتخب الجزائر. ما يعني مش شايف في مشاكل قوي يعني. خلاص هو الراجل واخد على من اول، واضح انا بجدد الفرقه من اول ماتشين لعبه. ده طبعا مش عاجب اشقائنا في الجزائر قوي، يعني ناس راضيه وناس مش راضيه، ده موضوع تاني، لكن ده الخط اللي الراجل واخده. هنروح لعرب اسيا. بصراحه احلى نموذج في عرب اسيا عجبني فلسطين، والاسوأ منتخب السعوديه. السعوديه ما عملتش اي حاجه جديده عن كاس اسيا، ما دخلتش اي لعيب جديد. بالتالي انت مستني ايه من المنتخب؟ طب ما هو نفس العناصر، ما دخلتش اي لعيب جديد، مفيش اي حد صغير، نفس الفرقه. طب رؤيتك ايه؟ ايه الحاجه اللي انت بتشتغل عليها؟ ايه الفتره الجايه؟ الفيجن بتاعت الفتره الجايه، مش تصفيات كاس العالم بس، بعد كده لمده سنه مثلا مفيش. انا بلعب الماتش بماتش. نروح للنموذج الاحلى اللي انا هقفل بيه الحلقه في اسيا، فلسطين. ايه الجمال ده؟ وايه المدير الفني الرائع ده؟ قال لك هدفنا من المعسكر الجاي ومن الاسبوع الفيفا الجاي ان احنا هنضيف عناصر جديده على المنتخب الفلسطيني عشان محتاجين نشوف ناس جديده تشيل الفرقه باقي التصفيات. احنا لسه بنبدا التصفيات ومحتاجين عناصر جديده تشيل الفرقه باقي التصفيات والسنين الجايه في الكره الفلسطينيه وفي منتخب فلسطين. دي الناس اللي عندها رؤيه، دي الناس اللي عندها رؤيه. فانا تحياتي لمنتخب فلسطين، وانا ببقى مبسوط قوي الصراحه لما بتكلم عن منتخب فلسطين. يا رب يعني المنتخبات العربيه تتعلم انه لازم يبقى في استراتيجيه. اسبوع الفيفا ده ما ينفعش يعدي بس ان انت تكسب او تتغلب وخلصنا على كده، لا، لازم تستفيد منه استفاده صح، لانه اتعمل علشان كده، اتعمل علشان كده. كويس. لان مدير فني المنتخب ما بيشوفش اللعيبه غير كل 3-4 شهور، فما ينفعش تشوفهم بس عشان تلعب ماتش وتكسب. واتمنى كلنا نتعلم ان احنا نحط استراتيجيات في حياتنا ونتحرك على اساسها، ويبقى عندنا رؤى ويبقى عندنا مهام، فيجن وميشن.
فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان، ربنا يحفظ أمهاتنا وأبائنا، بناتنا وأولادنا، أخواتنا وأخواتنا. ربنا ينصر المقاومة الفلسطينية ويسدد رميها على كيان المرتزقة المجرم القاتل الغاصب للأرض من 76 سنة. فلسطين وأهلنا في فلسطين هم أطهر شرف الأمة العربية. كده أكون وصلت معاكم لآخر الحلقة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأتمنى يكون موضوعنا لإعجابكم. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه وسلامته، على لقاكم في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حرة عربية أبية بكل العرب ولكل العرب.